السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مجددا في قناة سيلاميد. إن شاء الله في الحلقة هذه سوف نتابع عن سلسلة الاس جي بي دي 1، يعني لا باز دي دوني، يعني SQL لي كوموند اللي كيساعدونا قبل صناعة أو استخدام برنامج معين. اولا ادعوك بالاشتراك على القناة كي تتمكن او تتابعني في اي جديد، اي لونجاج يمكن ان اضعه يمكنك ان تتابعني عليه. فلا تبخل علينا بالضغط على زر سبسكرايب او سابوني او اشترك على حسب اللغة التي تستعملها في حاسوبك. والآن سوف نبدأ على بركة الله حلقة اليوم. حلقة اليوم يعني غادي نستخدموا لو كونتران لايك، يعني لو كونتران لايك يعني فاش كنحتاجو لو كونتران لايك. يعني مثلا عندنا كثير من لي شون في لو طابل، وبغينا مثلا نجبدو لي نون اللي عندهم واحد اسم معين. لدي كريت واحد ان طابل سميتها بيرسون، سيليكسيون عمرتها، قمت بملئها. لدي انوس كاينه في هذا الطابل. اريد ان احصل على يعني يستخرج لي واحد لو شون اللي فيه اسم سمير. مثلا هنا سيلكت، يعني اولا سيلكت ايطوال فروم، يعني كيجبد لي كل شيء، يعني يستخرج كل شيء. والان سيلكت عفوا سيلكت فروم بيرسون وير، مثلا نوم، يعني بغيت اسم اللي كيحتوي على اسم سمير. لايك، نستعمل لايك سامبل كود سمير. يقوم الآن، لاحظ معي أنه يعني استخرج لي من الطابل اللي عندي اسم سمير. إذا كنت أريد مثلا هاجر غادي يجبد لي اسم هاجر. نعم، هكذا. أريد أن مثلا بغيت الحرف الأول أن يحتوي على اش، أضع هكذا اش بورسونتاج، هكذا، يعني إذا كنت تريد الحرف مثلا اس لدي اثنان يبتدئان بحرف اس، وكاين سمير. وإذا أريد أن أحصل على الحرف الأخير، مثلا لاحظوا معي بورسونتاج، هذا بورسونتاج يعني غادي يشوف لي، لاحظوا معايا تغير، يعني مشى لي الحرف الأخير واللي هو ينتهي بحرف كاينه راني ار هكذا. لايك، إذا كنت تريد أول حرف تضع الحرف، بعد ذلك لو بورسونتاج. وإذا تريد أن تضع الحرف الأخير تضع هكذا ار. وإذا كنت تريد في وسط الكلمة أن تكون لديك حرف ار، هكذا تضع ما بين أول البورسونتاج الحرف الذي يحتوي عليه الاسم، وتنتهي بالبورسونتاج. نعم. عندنا رانيا تحتوي على ار،
سمير ار، هاجر ار، يعني كلمة. وإذا تريد مثلا لدي شوف، لاحظوا معي مثلا سمير اي ار، يعني اي ار، اي يعني كلمة تحتوي على اي ار، مثلا سمير هكذا. هنا تنتهي الحلقة. سوف أتابع كذلك في هذا لي كونترات الحلقات المقبلة. كونوا في الموعد. أتمنى أن ينال إعجابكم هذه الحلقة. إذا كنتم تريدوا أي استفسار أو شيء غير مفهوم، أو تريدون أن تفهموا شيئا معين، أو تريدون مساعدة، لا لا تترددوا في وضع تعليقكم على هذا الفيديو ومشاركته مع الأصدقاء ديالكم. وإذا كنت أول تشاهد فيديوهاتي، فلا داعي أنك تقوم الآن بالاشتراك على القناة، وقم بتفحص هذه القناة، فإنها تحتوي على العديد من الفيديوهات تساعدك في تعلم لغة البرمجة. شكرا، دمتم برعاية الله.